السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. إن شاء الله تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو بألف صحة وعافية يا رب. ولأول مرة تزورنا كما العادة ديما ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس وتضغط على زر الإعجاب باش يوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس. في فيديو اليوم جيتكم بهذه الوصفة الأكثر من رائعة. هاد المملحات اللي بزاف ساهلين بحشو اقتصادي جبتها لكم هذه لرمضان ان شاء الله الا كتب ربي. خبوها اللي كنت درت فيها 2 كيسان حليب دافي، ودرت مغرف عامره خميره الخبز على سبيل الجو. كانت الجو تاعكم كيفاش نقولوا بارد ديروا مغرف ونص، كان الجو دافي ديروا غير مغرف وصاي. ودرت 2 مغارف سكر عادي هكذا، وضربوا هاد المكونات مع بعض حتى تشوفوهم نساجموا هكذا مع بعض. وديك الخمانه ديك الخميره كامل دابت، ضيفوا هذا 4 كاس زيت، حوالي 3 مغارف 4 مغارف هكذا ماشي بزاف. ودرت حبه بيض، درت غير البياض والصفار خليته من بعد هكذا. ضيفوا غير البياض والصفار خلوه من بعد، راح ندهنوا به السطح لهاد المملحات تاوعنا هكذا. وضربوا غايه ومن بعد ضيفوا الفرينه، والفرينه ديما نقولكم غربلوها وضيفوها بالتدريج. حطيت الفرينه تاعنا وزدت كيس خميره الحلوى هكذا باش يخفف لنا هاد المملحات وما يجوناش اتقال. درت كيس كامل هكذا وضربتهم غايه، ديما نقولكم ضربوا المهم هكذا. ومن بعد ضفت الملح، والملح ديما يبقى حسب الذوق تاعكم. انا درت غير مغرف صغيره هكذاك هكذا. وضربت هاد المكونات مع بعض حتى شفت هاد الفرينه كامل تحلت لي، وليت نضيف فيها. ضفت الباقي وعجنتها بيدي. المهم لهنا ضربوا غايه باش يجيكم اخفاف وما يجيكمش اتقال هكذا. وزدت كملت باقي الفرينه، غربلوها هكا باش تجيكم العجينه خفيفه تاني هكذا. والفرينه ما نضيفهاش كامله، نضيفها غير بالتدريج، كل ما نحتاج نزيد شويه. ما تضيفوهاش ضربه واحده باش من العجينه ما تقصح لكمش وما تعرفوش كيفاش تتحكموا فيها، تعاودوا تاني من الاول تعاودوا تطلقوا فيها وكل شيء. المهم ضيفوا غير بشويه. هاد العجينه ما تيبسوهاش، خلوها تجي طريه هكا تلصق في اليد. المهم هكذا شوفوا كيفاش راح نخليها وشوفوا القوام تاعها. المهم ما راحش نزيد نحتاج الفرينه صاي. شوفوا كيفاش خليتها تتلاصق في اليد. شوف هكذا لهنا هكا باش ما تلصقليش في يدي. جبت شويه زيت هكذا دهنتها ودهنت يدي هكذا من الفوق هكذا باش ما تبقاش تتلصق لي، وخبطها بهذه الطريقه. شوفوا هكذا ديما العجين تاعكم تعاملوا معاه هكذا، واذا غلبكم ديروا الزيت باش ما يلصق لكمش هكذا. وغطيتها بكيس بلاستيكي وخليتها تخمر على راحتها. ورحت نوجد الحشو اللي كان اقتصادي 100%. ديما نخدم لكم بس بالمكونات اللي يكونوا في الدار هكذا. المهم غطيتها وخليتها تخمر. مش راح تاخد وقت بزاف، اصلا درت لها الماء دافي من تحتها باش يسر عليه عمليه الاختمار. ولا هنا قلت لكم رحت نوجد الحشو اللي كان اقتصادي 100%. خديت واحد 3 حبات بطاطا هكذاك غليتهم، ماشي غليتهم، فورتهم هكذا. وضفت لهم مغرف ملح هكذا بهالطريقه. كانوا سخونين، حاولوا هكا ترحوهم هكذا بهالطريقه. شوفوا رحوهم تتولي بيوري. المهم هكذا. ولا هنا جبت بصل اللي كنت قليته هكذا حتى خدا هاد كيفاش نقولوا تكراميليزا. المهم حتى خدا هذاك اللون الاحمر هكذا باش يتشل بحال البصل كي يتقلى كيجي البنه تاعه شابه. وضفت هذا القزبر والمعدنوس اللي كنت قطعتهم بهذه الطريقه وضفتهم على الحشو تاعنا هكذا. ولهنا شوفوا اذا كان متوفر عندكم الجبن ضيفوه. انا ما كانش متوفر هذاك كيفاش نقولوا مرابي، ما كانش متوفر ما درتوش. درت غير الجبن المربعات اللي كنت قطعتها ومن بعد درته في الحشو. لهنا العجينه تاعنا شوفوا بعد ما خمرت. شوفوا قلت لكم كي ديروا لها هذاك الماء سخون راح يسرع لكم عمليه الاختمار، راح تختمر ليه هكذا. وقطعت هاد الكويرات صغيره اللي يكونوا متساويين هكذا بهذه الطريقه. وديما ديروا الفرينه باش ما تلصقلكمش في يدكم وتعاونكم في الخدمه هكذا. شوفوا بعد ما قطعت هاد الكويرات كامل غطيتهم وما خليتهمش يختمروا، غير غطيتهم باش كي نبدا نحل فيهم ما يقصحوليش من الفوق هكذا. غطيتهم وحطيتهم على جنب وبقيت نحل فيهم بالوحده.
وهذا هو الحشو تاعنا اللي حضرناه مع بعض. ولا هنا درت صوص بيتزا، ديما نقول لكم محضره معكم ومازال ما حضرتهاش. المهم المذاق تاعها يجي ولا اروع. هذه كنت حضرتها ودرتها في وسط هادو المملحات تاعنا باش ما يجوش ناشفين هكذا. وجبت بالكويره هكذا ونحلها. حاولوا تحلوها بالطول، ما تحلوهاش بشكل دائري، حلوها بالطول تجي هكا طويله. وديما ديما ديما استعملوا الفرينه باش ما تلصقكمش العجينه وتعاونكم في الحلان هكذا. بعد ما حليتها بهالطريقه شوفوا ما ديروهاش شكل دائري، حاولوا ديروها هكذاك بالطول هكذا. وجبت هذا الجبن شيزي اللي كنت حطيته في الحشو. في الاول نحط هاد لاصوص هكذا. حاولوا شوفوا الحشو تاعكم هاد لاصوص ما تكونش سخونه بزاف، ومام الحشو ما يكونش سخون باش ما تقطع لكمش العجينه ويفسد لكم الشكل تاعها. حاولوا كل شيء يكون يا دافي يا بارد. المهم انا صوص بيتزا كنت غير كيما طفيت عليها وحطيتها في الثلاجه حتى بردت لي كامل سهات، وخرج منها ديك السخانه كامل باش جبتها خدمت بها. ولا انا قلت لكم حطيت هذيك الصوص طوماط وحطيت هذيك البطاطا تاعنا هذاك الحشو، ومن بعد اضفت الجبن هكذا. وحاولوا هكذا تتنوا بهذه الطريقه شوفوا على شكل حربوش. حاولوا كل ما تتنوا تضغطوا على الحشو تاعكم باش يزيد يمشي هكذا وما يبقى لكمش الحواشي فيهم الفيت هكذا. الله اكبر الحق صغير التن هكذا بهذه الطريقه. شوفوا نحو الحواشي اللي يكونوا خاويين هكذا وتضغطوا عليها بهذه الطريقه شوفوا. وحاولوا هذيك التنيه كيفاش نقولوا هذاك الاخر تاع العجين تاعنا حطوه في الصينيه من تحت، ما تحطوش على جنب باش ما تفتح لكمش هادو المملحات تاعكم. شوفوا العجينه تاعكم ديروها رقيقه 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 حتى ما يبقى فيها حتى البابه، فهمتوا؟ خاطر الشي ماشي على العجينه الشي على الحشو. انا حابه الحشو تاعنا هو اللي يكون مالي لهاد المملحات. كل ما تخلوا العجينه تاعكم غليظه راح تجيكم فيها العجين من الداخل. حاولوا تخلوها رقيقه رقيقه شوفوا بهذه الطريقه هكذا شوفوا. والعجينه تاعكم حاولوا تحلوها هكذا بالطول ولا بالعرض، ما تخلوهاش شكل دائري. واستعملوا الفرينه. هاد المملحات يجوا بزاف هايلين والمذاق تاعهم ولا اروع. خبوا هاد الوصفه رمضان ان شاء الله. هكذا وحطيت الحشو تاعنا هكذا بهاد الطريقه. والبطاطا تاعكم اللي قلت لكم تكون بردت، هذا الحشو ما يكونش سخون هكذا. وحطيت الجبن هكذا بتاخذوا الجبن اختياري ديروا اللي تحبوا. انا متوفر تشيزي درت تشيزي شيزي. واذا كان متوفر عندكم هذاك المبشور تاني ديروه عادي يعطيه مذاق تاني ولا اروع ويجي شباب هكذا. حاولوا كل ما تتسنوا هكا تدوروا هذا الحشو تاعكم تضغطوا عليها تضغطوا هكا باش يتمشى لكم داك الحشو من على الجوانب وما تبقاش هذا الاخر خاويين هكذا بهذه الطريقه. وحاولوا هكذا كيفاش نقولوا تحطوهم واحده جنب واحده هكذا بهذه الطريقه. وبعد ما كملت كامل عملية هاد الفطائر هاد المملحات تاوعنا هكذا بهاد الطريقة. جيت دهنتهم بالصفار البيض اللي كان ممزوج بشوية حليب هكذا، خففته بشوية حليب باش يدي مذاق البيض هكذا. ودهنوا كامل الوجه تاع هاد المملحات. والتزيين اختياري، انا درت السانوج وانتم ديروا اللي تحبوا. لهنا ما قطعت غير رصيت هكا بالخدمه باش يعطيني الحبات با بليس بالموس هكذا باش وكنت مقلقه كنت روطار على العشاء يتسمى وليت غير دراسي وصاي كان الحبات هادو ما جاوش نيشان. المهم معليش هكذا. حاولوا تزينوه التزيين قلت لكم اختياري ديري اللي تحبوا. حبه الحلاوه الجلجلان اللي كاين عندكم. انا درت السانوج كان متوفر هكذا. وإلا كان عندكم الزيتون تاني تنجمو تزينوهم بالزيتون خاطر هذاك اللي جاي مقطع دوائر تاني تنجمو تضيفوه من الفوق هكذا. ولا هنا في هذا الوقت تكونوا مسخنين الفرن تاعكم على درجه حراره عاليه. كي تدخلوا هذه الفطائر نقصوا عليهم هكذا خلوهم على درجه حراره كيفاش نقولوا متوسطه من تحت ومن الفوق هاديه باش ما يتحرقوكمش.
وخلوهم يطيبوا على راحتهم. بعد ما تشوفوهم تحمروا وخدوا هذا اللون خرجوهم، وهذو هما الفطائر تاعنا، هذو هما المملحات تاعنا. بعد ما خرجناهم شوفوا ما شاء الله اللون تاعهم يجي ولا اروع. راح نقسم معكم هاد الحبات نشوفوا كيفاش جاو. هكذا شوفوا. لهنا خليتهم بردوا شويه، ما قسمتهمش تمتم سخونين، على خاطر الحشو تاعهم شتو بطاطا وكلشي وجب هكا كنت تفتحوهم وهما سخونين راح يسيل لكم. كيفاش نقول داك الحشو يسيح هكذا يخرج. وخليتهم حتى سهاو شويه بردوا. قسمت معكم هاد الحبات وشفناهم مع بعضنا يجاو بزاف 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 هايلين. قلت لكم المذاق ولا اروع، خاصه اللي يحبوا هذاك المذاق تاع لا بيوري. شوفوا لهنا كنت خليتهم سهاو شويه، كانوا مازالوا سخونين. شوفوا يجوا هكا شادين رواحهم ولا هما داخل يجي غير الحشو، البابا نهائيا ما تكونش كاينه، ويجوا هكا هشاشه 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 هشاشه. خاصه قلت لكم العجينه كي تحلوها غايه. شوفوا الحشو تاعنا كيفاش يجي، صراحه جاو يشهوا يشهوا يشهوا، والمذاق تاعهم ولا اروع. اتمنى تجربوهم البنات كما العاده، واذا جربتوهم ما تنسونيش من تعليقاتكم اسفل الفيديو. شكرا لكم بزاف بزاف على تعليقاتكم، ربي يحفظكم. وهذه هي الوصفة تاعنا اليوم، نتمنى تنال اعجابكم. هذا الحس اللي راه الفوقه. هذه غير ايناس هذه. المهم راح نقسم معكم هذه الحبه. نشوفوا الحشو تاعها اللي فريمون جا هايل. يجي كيف البوراك التركي. انا نقسمها معاكم. شوفوا الحشو اللي كان ولا اروع، هكذا ما يجيش ناشف، خاصه كي درنا هذيك الصوص طوماط ما يخليش ديك البطاطا تجي ناشفه. شوفوا الحشو كي يجي ولا اروع. المهم وصلنا لنهايه هذا الفيديو. شكرا لكم بزاف بزاف على المشاهده، واللي اول مره تزورنا كما العاده ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس، تضغط على زر الاعجاب باش يوصل الفيديو اكبر عدد من الناس.